أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. يلا بينا نحل كتاب المدرسة الصف الرابع الابتدائي. طاقتنا من بيئتنا أخدناها وشرحناها. يلا بينا نحل. بيقولك النشاط الأول دوت. انظر للصورتين. تمام. أول صورة عندي بيئة نظيفة وهواء نقي، والتاني صورة بيئة ملوثة وهواء ملوث. أنا بحب أعيش فين؟ بحب أعيش في البيئة النظيفة. يلا ناخد معاني الكلمات. بفارغ الصبر، بشوق، يعني هو بطل القصة بيقولك أنا مستني الأجازة بفارغ الصبر بشوق. انتظرت هدية عيد ميلادي بفارغ الصبر. ممكن نحط بفارغ الصبر ونحط بشوق عادي. ممكن نقول انتظرت هدية عيد ميلادي بشوق. يبقى بفارغ الصبر بشوق، بفارغ الصبر بشوق. التطلع الترقب والنظر، لما كان بيبص ويطلع من شباك او من نافذة السيارة. احب التطلع من النافذة عند سقوط المطر. مين اللي بيحب يتفرج بقى من الشباك بتاع لما الدنيا تشتي؟ يبقى التطلع يا حبايبي الترقب والنظر. الترقب والنظر بتبص من الشباك. منبعث يعني خارج. الدخان المنبعث من المصانع يلوث الهواء، يعني خارج. محطات أماكن. المحطة زي محطة جبل الزيت. بيجيبوا الكهرباء منين؟ من الرياح. محطات أماكن. أنشأت مصر محطات لإنتاج الطاقة. محطات أماكن. توليد يعني إنتاج. السد العالي من مصادر توليد الكهرباء، يعني بيجيب الكهرباء من سد العالي. أدركت يعني فهمت. عندما رأيت أبي غاضبا أدركت يعني فهمت أني تأخرت. وصلت يعني أكملت. استرحت قليلا ثم وصلت المذاكرة. يبقى نحفظ المعاني مع بعض. بفارغ الصبر بشوق. قولها كذا مرة. التطلع الترقب والنظر. منبعث خارج. محطات أماكن. توليد إنتاج. أدركت فهمت وصلت أكملت. الصفحة اللي بعد كده نشاط رقم 2 ب. تعد محطة نقط واحدة من كبرى محطات توليد الكهرباء. يبقى احنا بنجيب الكهرباء من محطة جبل الزيت في العالم من خلال الرياح. يبقى بنجيب الكهرباء من الرياح من خلال في محطة جبل الزيت. أدرك ماجد أن الحل في استبدال الطاقة الغير متجددة بالطاقة المتجددة لأنها لا تنفذ. يعني فهم اللي احنا نستبدل الطاقة الغير متجددة زي الوقود اللي بيبوظ صدرنا بالطاقة المتجددة بطاقة الشمس. ليه؟ لأنها لا تنفذ. الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح والمية. بما شعر ماجد في أثناء سفره ولماذا؟ وهو مسافر يا ولاد شعر بضيق في التنفس. ده بسبب دخان السيارات، منبعث من السيارات. ما حل مشكلة الغازات الضارة في رأي والد ماجد؟ استخدام الطاقة المتجددة أو استبدال الطاقة الغير متجددة بالطاقة المتجددة، يعني طاقة نظيفة لا تلوث البيئة. ما نصيحتك لسائق السيارة التي أزعجت ماجد؟ أن يستخدم طاقة نظيفة. مضاد أسعدني، واحد فرحني كده، التاني ضايقني. معنى إجازة عطلة. هتقولي هنا مرادف يا ميس، هتقولك مرادف يعني معناه يا ولاد. معنى إجازة عطلة ومضادها العمل. مفرد طاقة جمع غازات. هنا بقى مصادر الطاقة التي لا تنفذ اسمها طاقة متجددة. نيجي عند واحد ونعمل متجددة. المشروع القائم على الرياح في مصر جبل الزيت. جبل الزيت رقم 2. نيجي عند رقم 2 نكتب جبل الزيت. تقع محطة توليد الرياح على شاطئ البحر الأحمر. هنكتب رقم 3 الأحمر بس معكوس، هنكتبها من تحت جدا الأحمر. فهمتم؟ الوقود المستخرج من النفط والفحم والغاز الطبيعي هي طاقة غير متجددة. طبعا الطاقة المتجددة اللي هي النفط والفحم والغاز الطبيعي. النفط والفحم والغاز الطبيعي. أما الطاقة المتجددة شمس، رياح، ماء. الدخان المنبعث من السيارات يحتوي على غازات ضارة. يبقى الدخان اللي طالع من السيارات يا ولاد غاز ضار بيلوث البيئة وغلط على صحة الإنسان. أتممت المحاولة إلى أن نجحت. معنى أتممت يعني واصلت. أماكن القطار تكون بكل المحافظات. أماكن يعني محطات. أماكن يعني محطات. أحب النوم مبكرا وأنا زيك برضك حتى يحصل جسمي على جهد
لليوم التالي. جهد اللي هي طاقة، جهد اللي هو ايه يا ولاد؟ طاقة. قايم كده فريش كده وفي شدة كده. في مراسم حفل تخرج أخي كانت أمي تشعر بالاعتزاز، يعني فخورة بابنها بالفخر. لدى معلمي فكر لا تنفد يعني متجددة. تنفد يعني ايه؟ متجددة. نيجي بقى يا ولاد في النشاط رقم 3 ألف. هو هيترتب بس فكرة ما تطلع بره، هتترمى بره في صندوق الزبالة كده، ماشي مظبوطة معانا. هنا الطفلان بمساعدة والديهما استعانا الطفلين. هنبدأ بالجملة الفعلية. عند الفعل هنا استعانة. مين استعانة؟ هنقول الطفلان ولا الطفلين؟ انت شفت لما احنا كاتبها من حق الطفلان. ماشي، هقول لك الطفلان ليه بقى؟ لانها فاعل. من اللي استعانة؟ الطفل فاعل، والفعل لو مثنى حط لزق لها الف ونون. استعانة الطفلان فعل مرفوع بالالف اللي هو مثنى، يبقى استعان الطفلان بمساعدة والديهما. نرمينا ايه في الزبالة؟ استعانة اللي هي مادة بالالف ديت، لان الفعل بيجي كده في المصدر من غير ما نحط له الف الاثنين ولا واو الجماعه. نقول استعانه ديت الطفلين بمساعده والديهم. ورمينا بردك في الزباله الطفلين. ليه خدنا الالف والنون؟ لان الفاعل بيحب الالف والنون. ارتدى الملابس. ارتدوا، طبعا ارتدوا ده هتطلع بره، مش هناخد ارتدى الفعل، مش هناخد الواو الجماعه. تمام. اللاعبون الرياضيه، هناخد الفعل بتاعنا ارتدى. رمينا في الزباله ده ارتدوا. الفعل بيجي من غير نحط له اضافات. ارتدى. مين اللي ارتدى؟ اللاعبين ولا اللاعبون؟ هنقول اللاعبون. ليه اخترت جمع مذكر سالم؟ ليه برضك؟ لانها فاعل. مين اللي ارتدى؟ اللاعبون فاعل، والفاعل في جمع المذكر السالم بنلزق له واو ونو. يبقى ارتدى اللاعبون الملابس الرياضيه. رمينا في الزباله ارتدوا واللاعبين. تمام. فهم الشعر. البنات هنا ضمة، البنات هنا كسرة. فهما جيدا. يبقى البنات فهمت ولا فهمة؟ فهمت البنات. فهمت البنات الشعر مفعول، يبقى فعل وفاعل. هنا حط هنا ضمة. حط هنا ضم. ليه؟ لانها فاعل، والفاعل بيبقى مرفوع بالضم. الفاعل بيحب يا ولاد؟ الضم. تمام. فهمت البنات الشعر فهما جيدا. هي ليه احنا نمت في الزبالة البناتي؟ لان البنات هنا موقعها في الاعراب فاعل، والفاعل مرفوع بالضم. ليه قلت هنا فهمت؟ لان البنات هنا مؤنث، حط لها تاء التأنيث، مقولش فهم البنات. عيب. الدول ضم، الدولاء فتحة. محدش يقول زي بعضها، لا، التشكيل بغير. تقدم كبيرا، تقدمت بالعلم تقدما. الدول دي يا ولاد مؤنث. هتقول مش اخرها ده مربوطة، هي مؤنث. اقول تقدمت الدول. تمام. حط لها ضمة ولا فتحة؟ ايه اللي تقدمت؟ الدول. يبقى فاعل مرفوع، وبقول حب الضمة، فاعل مرفوع بالضمة. يبقى نرمي في الزبالة الدولة وتقدم. يبقى تقدمت الدول بالعلم تقدما كبيرا. تمام، فهمنا. نيجي بقى للنشاط رقم 3. دخل المعلم الفصل فحيا التلاميذ معلمهم وجلسوا في أماكنهم، ثم كتب المعلم جملة على السبورة. ما الذي يصلح المجتمع؟ ايه اللي بيخلي المجتمع يبقى صالح كده وجميل؟ فنظر التلميذان خالد وسعد إلى بعضهما وقال: ماذا تعني يا معلمنا؟ انت قصد احنا مش فاهمين. قال المعلم: أعني ما الذي يجعل المجتمع صالحا. فرفع أنس يده وقال: الصدق يصلح المجتمع. ثم قال وليد: الأمانة. وقال عادل: التعاون. هنا ابتسم المعلم وقال: أحسنتم يا أبنائي. هذه الصفات كلها اللي هي الصفات اللي هي يا أولاد، اللي هي الصدق والأمانة والتعاون، كلها تسمى نقط. رفع التلاميذ أصواتهم قائلين: الأخلاق. يبقى المجتمع بترفع بقى يا ولاد بالأخلاق. يبقى لازم يبقى كل واحد عنده أخلاق، عنده الصدق، ما تكذبش، عندك أمانة، ما تسرقش حد، عندك تعاون، لازم تتعاون مع الآخرين وتساعدهم. ماذا فعل التلاميذ عندما دخل المعلم الفصل؟ التلاميذ عملوا حي التلاميذ معلمهم. ما الذي يصلح المجتمع؟ التحلي بالصدق والأمانة والتعاون اللي هو الأخلاق. يبقى السؤال بتاع المعلم اللي هي الصدق
والأمانة والتعاون اللي هي الأخلاق. ما الصفة التي اختارها أنس اختار ايه؟ الصدق. تمام. رقم 4 بيقولك اختار خلقا من الأخلاق الحميدة. هنختار واحدة من الصفات ده، للصدق، للتعاون، لإيه؟ للأمانة. اختار واحدة من الثلاثة دول واتكلم عنهم في جمل فعلية. تمام. أنا اختار التعاون، واحد تاني يختار الصدق صح، واحد تالت يختار الأمانة صح. ما أجمل التعاون. فالتعاون يصلح المجتمع ويجعل المجتمع متقدما بين الدول، فإذا حقق جميع أفراد المجتمع التعاون تحقق أهداف كل منهما، ويحقق التعاون كثير من المزايا، منها على سبيل المثال الحب بين أفراد المجتمع، والرخاء في الاقتصاد، والإخلاص في العمل. أنت عاوز تختار الصدق، حوش كلمة التعاون واكتب إيه؟ الصدق. عاوز تختار الأمان، حوش كلمة التعاون واكتب الأمان. تمام. يلا بينا ناخد الصفحة اللي بعدها. يلا يا ولاد نشاط رقم 4 ألف. أنا عندي عاملين، عامل وعامل، عاملين، ولابسين هدوم معينة كده خاصة عشان النحل ما يقرصهمش. تمام. بيجمعوا ايه؟ بيجمعوا العسل اللي النحل عمله، وماسكين الشمع كده اللي هو بيبقى في العسل الحلو احنا بنحبه دي. او الجملة فعلية بقى، يجمع العاملان الشمع. يرتدي العاملان ملابس خاصة. يطير النحل فوق الخلية. يمتص النحل الرقيق من الأزهار. يفرز العاملان العسل. ناخد جملة جملة بقى ونطلع منها الفعل والفاعل. يجمع فعل مضارع مرفوع بالضمة. من اللي يجمع؟ العاملان. العاملان فاعل مرفوع بالألف لأنها مثنى. يرتدي فعل مضارع. من اللي يرتدي؟ العاملان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ملابس مفعول به منصوب بالفتح، والشمع مفعول به منصوب بالفتح. يطير فعل مضارع مرفوع بالضمة. من اللي يطير؟ النحل فاعل مرفوع بالضمة. فوق ظرف مكان. اللي بعد فوق يا ولاد اعربها مضاف اليه مجرور بالكسرة. تمام. يبقى الخلية مضاف اليه مجرور بالكسرة. يمتص فعل مضارع مرفوع بالضمة. والهي فعل مضارع مرفوع بالضمة. ليه انا قلت فعل مضارع؟ حط الف ولام كده. قال يمتص، لا ما نفعتش. النحل. من اللي يمتص؟ النحل. يبقى النحل فاعل مرفوع بالضمة. يفرز فعل مضارع مرفوع بالضمة. العاملان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. نيجي بقى يا ولاد على نشاط رقم 4 ج. حطوا صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير صحيحة. شعر الشقيقان بألم في أسنانهما. صح. سأل الطبيب ما الذي حدث. صح. بدأ الأخ الأكبر بالحديث. صح. وصل الأب والشقيقين إلى الطبيب. خطأ. ذهب الشقيقان وأخبر والدهما. خطأ. قال الأب غدا نذهب لطبيب الأسنان. صح. استعن بالجمل بقى واكتب قصة. ذات يوم شعر الشقيقان بألم في أسنانهما. أخبر الشقيقان أباهم فقال الأب غدا نذهب إلى طبيب الأسنان. وعندما وصل الأب والشقيقان إلى العيادة صباحا فحص الطبيب الشقيق الأكبر وفحصت الممرضة الشقيق الأصغر. قال الطبيب للأسف تسوست الأسنان بسبب الإسراف في تناول الحلوى، سأنظفها ليزول الألم. ناخد بقى الصفحة اللي بعدها. الصفحة دي يا ولاد هنقرأ قراءة جيدة، بس هنا بيقولك الأديب الفائز اللي هو الأول. أديب أعجبك لكنه أخطأ الثاني. هنا ساعده وصوب له الأخطاء. هنا هو بيكتب عمل بدل ما نقول يحتاج المفروض نقول تحتاج. تساعده يساعده. طورت. في حاجات غلط هو قال احنا بنصححها. عشان النشاط رقم 5 ألف بقى وباء. نشاط 5 نفذ النفط الوقود. اقرأ الجمل وتخيل ماذا لو. نفد يعني انتهى النفط اللي هو الوقود الموجود على الأرض. يبقى لو ما كانش موجود النفط أو الوقود موجود على الأرض وقف المصانع ووسائل المواصلات لأنهم بيمشوا بإيه؟ لأنهم المصانع وسائل المواصلات اللي هي العربيات بتمشي يا ولاد بالوقود. زاد عدد محطات توليد الكهرباء بالرياح. كلما زاد إنتاجها قل تلوث الماء والهواء، لأن محطة توليد الكهرباء بنجيب الكهرباء من الرياح، طاقة نظيفة لا تلوث البيئة. استخدمنا السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود. يبقى العربيات اللي ماشية بتستخدم بالكهرباء بدل من الوقود، يبقى كله التلوث البيئي لأن الوقود بيلوث البيئة وخطر على صحتنا.
كانت مصر لا تستخدم الطاقات المتجددة. لو ما كانش مصر بتستخدم الطاقات المتجددة، لو ما كناش بنجيب الكهرباء من الرياح، ما كانش زي ايه، زي جبل الزيت. لو ما كناش بنجيب الكهرباء من المية زي السد العالي، كان يزداد التلوث البيئي ويأثر على صحتنا. يبقى الطاقة المتجددة طاقة نظيفة لا تلوث البيئة. نصيحة رقم 5: لديك فرصة لتقديم حلول لمساعدة بلدك في مواجهة تلوث الموارد كالماء والهواء. هبطوا يا ولاد، حطوا لي بقى لايك، اكتب هذه الحلول: بناء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية، الحد من استخدام الوقود، التوسع في إنشاء مصانع إعادة تدوير النفايات. لو عاوز حل كتاب المدرسة تابعونا على قناة تعلم ببساطة ومرح، هتحل كتاب المدرسة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول والترم الثاني. تابعونا، إلى اللقاء في درس جديد.